مسلسل جانب الأيسر. ماذا سوف يحدث في الحلقة الجديدة؟ ما هي خطة إحسان؟ هل سيموت براك؟ ما هي علاقة إحسان بوالدة سيرة؟ ما هو الخطر الذي ينتظر أسينة؟ كل هذا سوف نشاهده في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وحصري، وأيضا الضغط على علامة اللايك وترك تعليق بتوقعاتكم للحلقة الجديدة. في هذه الحلقة بعد الحادث الكبير الذي تعرض له براك، وبالطبع سيكون على يد بربر، لكنه لن يموت. أما سيرة عند علمها بما حدث لبوراك فإنها سوف تشعر بالذنب الكبير، خاصة بعدما صفعته وخرج هذا الأخير حزينا، وسوف تحاول الاعتذار منه بشتى الطرق، وقد تتقرب منه بدافع الصداقة، لكنه سوف يتعلق بها أكثر فأكثر. أما مع زيارة آيدل إلى والدة سيرة في الحي فهناك غموض كبير في هذا الأمر، فأعتقد بأنه ستكون صديقة لإحسان والد سليم والذي أرسلها بهدية لسيرة ليشكرها، لكن أيضا ستكون والدة سيرة كانت على علاقة بإحسان في الماضي، لذلك سوف تقوم هذه الأخيرة بتحذير آيدل وأن توصل هذا الأمر إلى لإحسان بألا يكون سليم ابنه على علاقة بابنتها سيرة، لأنها لا تريد أن يتكرر هذا الأمر مع ابنتها مثل ما حدث معها بالماضي. أما سليم فبدأ بالشعور بأن هناك رابط قوي ما بينه وبين سيرة، وعند عمل سيرة كمساعدة للأستاذ الجديد ومع تقرب هذا الأستاذ منها فإن سليم سوف يشعر بالغيرة الشديدة. أما أسينة فينتظرها فضيحة كبيرة على يد برجك بعدما قامت أسينة ببيع القرط الألماظ لنيل شقيقة سليم، وأيضا بعد دخولها علاقة مع مدربها باريش. والمفاجأة الكبيرة ستكون بعمل سيرة كنادلة في حفل عيد ميلاد أسينة في المنزل سليم، ويكون كل زملائها بالجامعة مدعوين، ولكنها سوف يلغى بسبب حادث براك ولن يكتشف سرها حتى الآن.